السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا في قناتكم بساطة مع قمر. فيديو اليوم إن شاء الله خاص بالبهلة، فكنتمنى إن شاء الله ينال إعجابكم إن شاء الله، ومبروك عواشركم باش ما تمنيتو. الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله ليلة القدر، ويجعل الصيام مقبول بإذن الله عز وجل. وإلا كنتو أول مرة تزوروا القناة فكنتمنى إن شاء الله ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم، تابوناو في القناة باش يوصلكم الجديد، وخليو لي كومونتير زوين بحال قلوبكم، وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب. وإن شاء الله جربوا هاد البهلة وتناولوها إن شاء الله بالصحة والعافية، والله ينفع الجميع يا ربي. كيف كتشوفوا معايا البهلة ما شاء الله ناجحة 100%، تجي مشقة وتجي تدف في اليد قبل من الفم، كتجي هشيشة بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها والصحه والراحه. بسم الله. هنا عندي قصريه اللي درت فيها ربع ديال الفورص اللي حمرتها في المقله، وعندي كاس ديال السكر سنيده، وعندي معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي كاس ديال الزنجلان، كاس ديال اللوز اللي محمر ومهرشي رقيق، وعندي قبيصه ديال الملحه، وعندي كاس ديال الجنجلان اللي حتى هو مصهد يعني محمص شويه، وكذلك طحنته. عندي نص كاس ديال الزنجلان يعني ما مطحونش، وساشيه ديال زهرة البرتقال. هنا تنكمل الكيلو ديالي ديال الدقيق، يعني كيلو عندي في المجموع اللي خديت منه ربعة، ومتبقى هو اللي ضفتو دابا. صافي تنخلط هاد النواشف مزيان مزيان حتى كينسجموا ليا مع بعضياتهم. الطريقه هذه كتخلي الدقيق ديال الفرص حتى هو كيتشرب هاد الزنجلان كذلك، ومذاق ديال اللوز يعني كيجي منسم. وهاد الطريقه كتجيني عمليه، كنسبق النواشف هما الاولين، ونخلطو مزيان مزيان. هنا غادي ندير ربعة ديال الزبدة. هنا ضفت الزبدة ديال البوطة، ضيفو يعني الزبدة ديال البوطة اللي كتكون نوعية جيدة، نوعية مزيانة، ولا من الأفضل ديرو زبدة ديال الهبار فغتجي يعني لذيذة كتر. صافي تنلبس هاد النواشف بالزبدة، الطريقة هذه ما تتاخدش منك واحد المجهود، يعني البهلة ما تدلكش يعني بواحد كيف معروف على البهلة خصها تدلك مزيان وخصها هذا. هاد الطريقة هذه كتخلي البهلة كتجيكم زوينة بزاف، يعني ما كاينش واحد المجهود اللي هو كبير. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا كيف تنقولوا اخبار ان شاء الله. خليوا لي رايكم في لي كومونتير ان شاء الله كيف جاتكم ملي صيبتوها. صافي هنا حتى كنلبس المقادير كاملين بالزبده كيف شفتوا معايا. انا هنا للامانه راه خليتها باتت هاد الشي كامل اللي درت معكم في البدايه، خليته بات في بلاستيكه وخليته حتى الصباح، لان كان عندي الوقت شويه ضيق وما ما كانش في امكاني نطيبها في ساعتها، لهذا خليتها باتت حتى الغد ليه عاد باش ضفت ليها جوج ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى، وضفت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. وهاد الطريقه هذه تنديرها يعني ملي تنكون هكا مزروبه يعني في الخدمه. المهم هنا ضفت جوج كيسان ديال الزيت. كيف قلت لكم كندير هاد الطريقه هذه الا كانت عندي الخدمه يعني مضروبه، فكنخدمها بالليل، كندير هاد النواشف وكنجمعهم بالزبده وتنخليها تتبات. وهاد الطريقه هذه صدقوني يعني كتخلي يعني كتخلي دوك المقادير كينسجموا مع بعضياتهم، وكتجي البهله لذيذه بزاف، وكذلك كتشرب هذيك الزبده اللي ضفت ليها يعني هذوك النواشف، فما كتهش معايا يعني الزيت بزاف. وتقدروا الا خدمتوها في نهارها كيف تنقولوا يعني كتصيبوها في النهار ديالها وتطيبوها، تقدر تهز لكم حتى 2 كيسان ونص ديال الزيت.
المهم كديروا 2 كيسان وتتخلطوا بحال اللي في هذا الشكل هذا حتى كتجمعوا الخليط ديالكم. الا لقيتو مازال خاصكم فكتزيدوا، يعني ما كتفوتوش يعني 2 كيسان ونص. داك النص ديال الكاس كتبقاو تزيدوه بالتدريج. وانتم ملي تتخلطوا راه تتعرفوا يعني القوام في اليد ديالكم كيفاش، يعني كيفاش كتحسوا بالمقادير، يعني بالعجينه في ايدكم كيفاش، واش مازال خاصها ولا لا. صافي غير كتبدا تتجمع معاكم صافي معنيتها، ما محتاجاش مازال الزيت. انا هنايا ضفت دابا 2 كيسان صافي، اكتفيت ب2 كيسان كيف كتشوفوا معايا. صافي كتجمع بهذا الشكل هذا، يعني متنبقاش نزيد الزيت صافي. وحتى هذيك الطريقه فاش تخليوها تثبت، الا زعما عندكم الوقت هكا تخليوها تخدموها بالليل حتى الغد باش تخدموها على خاطركم، فراه كتجي زوينه بزاف. كيف كتشوفوا معايا كتجمعوها في اليد تتجمع، وفي نفس الوقت راها مرمله من الداخل ديالها. وفاش تكوروها هكا في اليد ديالكم يعني تتكور بسهوله. صافي هنا بدات نحضر الكوارات ديالي. بالنسبه للقياس ما وزنتش معكم الكرات شحال فيهم في القياس، ولكن كيبقى لكم الاختيار يعني بالنسبه للوزن يعني او القياس ديال البهله. بغيتوها صغيره كديروا الكره صغيره، بغيتوها كبيره كتزيدوا شويه في العبار ديال الكره وصافي. انا هنا ما صراحه لاني كنت مضروبه شويه ما وزنتش. صافي تنبقاو تنحضروا البهله ديالتنا بهذا الشكل هذا، وكيف كتشوفوا معايا راه تتكور بسهوله، يعني بدون دلك ولا مجهود اللي هو كبير. خلاص فاش تخليوها تثبت صراحه راه تجي رائعه. وكذلك حتى لما كنتوش يعني بغيتو تبيتوها كنتو مزروبين بها يعني في نفس النهار، صدقوني راه كتجي رائعه جدا، كتجي هشيشه وتذوب في اليد قبل من الفم. صافي هنا تنبقى تنكمل الكرات اللي عندي. تناخذ اللاطه ديال البهله تنحط فيها هاد الكرات ديالي بهذا الشكل هذا. وإلا ما عندكمش هاد اللاطه ديال البهله فكديروها في لاطه اللي هي عاديه. صافي غير تتكوروها كيف هكا، ما تضغطوا عليها ما حتى حاجه، يعني تحطوها تتبقى كيف ما هي كيف كتشوفوا معايا بحال هكا. يعني ماشي بالضروره تضغطوا عليها، لان في اللاطه ديال البهله ضروري ما تنورك عليها، يعني تنضغط عليها واحد شويه هكا. كيف شفتوا معايا راه غير بسرعه الفيديو تتبان بالضربه. لهذا ضروري ما كنورك عليها باش تتقبض في هذا المول هذا. الا كانت لاطه عاديه فكتحطوها بلا ما تضغطوا عليها ما حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا معايا ما شاء الله جات مشقه، جات رائعه. هذه راه جيت غير نشد اللاطه كيف كنقول لكم هكا، توشيتها باش تعرفوها هشيشه بزاف. يعني اين فوا تخرجوها من الفران خليوها حتى تبرد عاد باش حيدوها من اللاطه ديالها، لان الا كانت مازال سخونه راه تتفرتت بهذا الشكل هذا. يعني غير توشيتها تحيد ليها هاد الطريف هذا. كيف كتشوفوا تتجي مرمله، تجي رائعه جدا. فكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. بهله اللي ناجحه 100%. وان شاء الله شاركوها مع الاهل والاحباب ديالكم، وما تبخلوش عليا بشجاعتكم. وشاركوا مبروكه في امان الله. السلام عليكم.